في حلين للنادي الأهلي للخروج من الأزمة الفنية في تيم. الحل الأول هو حل تحكيمي بالنسبة للإدارة، أما بالنسبة للحل الثاني فهو فني خاص بمدير الفني. بالنسبة للحل التحكيمي على إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى في التحكيم الفاسد الموجود في الدوري المصري، وخصوصا الحالة التحكيمية الخاصة في مباراة زد في الدقيقة 30 للحكم الفار. للأسف الشديد الحل الوحيد هو الردع بالنسبة للتحكيم المصري الفاسد. أما بالنسبة للحل الفني الخاص بدي ستروب هو تثبيت التشكيل، وهو كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، قلبي دفاعهم الجزار ودياسر إبراهيم وكريم فؤاد وبن عمري في خط الوسط 3-3، ويكونوا على النحو التالي: مروان عطية وإمام عاشور وزيزو. أما في الهجوم هيكون تريزيجيه على الشمال وحسين الشحات على اليمين، وفي رأس الحربة محمد شريف. النادي الأهلي في أخبار قوية بعودة عماد النحاس كمساعد لديستروب الفترة القادمة للخروج من الأزمة الحالية داخل تيم النادي الأهلي. إن شاء الله نشوف الحلول الفعلية على أرض الواقع لتيم النادي الأهلي إن شاء الله في دوري أبطال أفريقيا وفي الدوري المصري.